في غيره. لا بد أن تتقدم نية الصيام على طلوع الفجر حتى يمضي لك يوم كامل. فلهذا هم أنفسهم رحمهم الله السادة الحنابلة حاولوا أن يستدركوا الأمر، فقالوا نعم هذا يكون بعدة شروط. أولا أن يكون هذا في أول النهار، جيد. ثاني شيء لا يكون قد أكل أو شرب. ثالث شيء لا يكون يوم مقصود بكامله كعاشوراء وكعرفة وكذا، لا، ولا 6 أيام من شوال، ولا، إنما هكذا صوم فقط، في صوم مطلق فقط. فضيقوا المسألة لأنهم عرفوا أن هذا لا ينسجم. النص صريح أنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام، وما أرادوا أن يحتجوا به على استثناء، بل عكسه هو الصريح أنه صلى الله عليه وسلم لم يستحدث النية بعد أن لم يجد شيء، بل النية كانت موجودة وكان قد بيتها قبل. فالقول ضعيف على كل حال، وهو من أفراد المذهب الحنبلي. نعم. قال ومن فلم يأكل شيء ولم يشرب، مع أنه ما أكل وما شرب في رمضان، ومع ذلك لما جاءه الخبر يمسك بقيته ثم يقضيه فيما بعد. وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما. وهي أصلا قاعدة مضطردة أن من أكل أوله بوجه شرعي أكل آخره. من أكل أول النهار بوجه شرعي أكل بقيته أو أكل آخره، خلاص. لماذا أصبحت مفطرا؟ كنت حائض. لماذا أصبحت مفطرا؟ كنت مسافرا. بقية اليوم كأوله، ليس كما قال بعضهم إن طهرت نهارا تمسك بقيته، إن قدم من سفره نهارا يمسك بقيته. لا، لم يبيت أي منهما نية الصيام فلا يمسك بقيته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء، وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. نعم. الذي تطوع فصام ثم أفطر متعمدا من غير عذر، من غير مرض، جيد، فإنه وإن أذن له في هذا الإفطار أو لم يؤذن، المهم على خلاف بينهم، فسيقضي يوما بدل ذلك اليوم، لأن النفل إذا شرع فيه صاحبه يصير واجبا، امتثالا لعموم قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، جيد. فحين أفطرت من غير عذر، لو أنك مرضت فأفطرت لا تلزم بقضاء ذلك اليوم إجماعا، ولكنك إنما أفطرت هكذا من غير عذر مبيح للفطر، هل تأثم لا تأثم؟ لهم في ذلك أخذ ورد. الذين قالوا تأثم قالوا لأن الله عز وجل قال ولا تبطلوا أعمالكم، الذين قالوا لا تأثم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر ولا يفعل أبدا شيئا يستوجب الإثم، ولأنه قال بأن المتطوع أمير نفسه، جيد. هذا الذي أفطر. ولكن هل يقضي أم لا يقضي؟ هنا يقوى الخلاف، يقضي يوم بدل ذلك اليوم يقضي. جاء في بعض الألفاظ غير الصحيحة غير الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وحفصة رضي الله عنهما حين أفطرتا في صيام تطوع: